بعد ما تجربي هاد الكراتا راح يولي لك ادمان وما تقدريش تستغناي عليه. يجي مفرمج ويقتل بالبنه بمقادير جد بسيطه. فقط تابعوا الفيديو للاخير ونديروا جيم للفيديو. اللي ماشي مشتركه في القناه تضغط على زر الاشتراك باش يوصلها كل جديد. بعدها نبداو في المقادير وفي طريقه التحضير. هنا عندي فقط ربع صدر من الدجاج، يعني غير بكميه قليله. كما قلت لكم انا دائما وصفاتي نعطيهم لكم باصغر كيله. نجي نقطعو هكذا مربعات تكون صغيره. بعد ما قطعت الصدر تاعي كامل نجي ندير له التوابل باش الكراتا تاعنا يجينا بطعم الشاورما، يجي بزاف بنين. هذه الوصفه ما تعطيوهاش، جربوها واكيد راح تعجب افراد العائله تاعكم. ضفت عليها فص من الثوم كنت رابيتو. وبالنسبة للتوابل راح نستعمل توابل الدجاج، توابل الشاورما، الفلفل الكحل، وكمية الملح أكيد تكون على حساب كمية الدجاج. إذا ما توفرتش معكم هنا توابل الدجاج وتوابل الشاورما تقدروا تعوضوهم براس الحانوت. ديروا فقط راس الحانوت وفلفل اسود وثوم. ونضيف ايضا نصف ملعقه متوسطه من لاموطارد اللي رايح يمدلنا بنا بزاف مليحه للدجاج تاعنا ويخليه يجي طري وما يجيش يابس وناشف. نخلطه جيدا ونخليه يتمارينا جانبا. خليه مده ساعه ولا يتشرب هذيك التتبيله. من جهه اخرى كنت جبت نصف حبه من البصل قطعتها الى بتيدي كيما هكذا. بعدها في مقلاة حطيت كمية من الزيت ونحط هذيك البصلة تاعي حتى تتكرمل لي. وضفت لها رشة من الملح أكيد. هنا بعد ما بدات البصلة تاعي تتكرمل نجي نضيف عليها هذاك الدجاج. الدجاج خليوه يطيب لكم جيدا وخليوه يدي هذيك التحميره باش يجي بنين، يعني ما تخليوهش ابيض وما تخليوهش فيه هذاك الماء. لازمكم تنشفوه من هذاك الماء اللي يطلقوا، يولي لكم كي شغل مقلي ويدي هذيك التحميره الخفيفه. من جهه اخرى جبت هنايا طاوه حطيت فيها نصف ملعقه كبيره من لا مارغرين ونصف ملعقه كبيره من الفارينه باش نحضر البيشاميل. نخلي هذيك الفارينة تتحمص جيدا مع لا مارغرين حتى تهز لي رغوه بهذا الشكل. بعدها جبت كاس من الحليب نضيف شويه في البدايه ونحرك. كي نشوف هذيك الفارينه فتحت لي نكمل نضيف الحليب الباقي. هنا البيشاميل تاعنا نحتاجوها تكون سائله، يعني ما تخليوهاش تنشف. ضفت لها كمية من الجبن المبشور وضفت لها أيضا حبة من جبن المثلثات. نحرك جيدا. كي نشوف بلي الأجبان تاعي ذابوا نطفي عليها. هنا دجاج تاعي كان طاب وكنت طفيت عليه كما قلت لكم هنايا. طيبوه مليح ما تخليوش فيه هذاك الماء. جبت هنا بلاطو اللي يدخل للفرن. هنا البلاطو تاعي ما يلصقش ولكن انا دهنته باش البطاطا تاعي تدي لي هذيك التحميره الباهيه من الاسفل. دهنته من الأسفل ومن الجوانب. بالنسبة للطبقة الأولى نحط كمية من البيشاميل باش هكذا الكراتا تاعي ما يجيش ناشف ويجي مشمخ وبنين. كنت قليت حبة بطاطا الحجم تاعها متوسط. بالنسبة لهذا البلاطو يعني راهو صغير القطرة تاعو من طاء 15 سنتيمتر. نزيد نضيف كمية من البيشاميل فوق البطاطا باش هكذا كي يطيب ما تجينيش ناشفة، راح تتشمخ بهذيك البيشاميل وتجي طريه ومشمخه. ونجي الان نضيف الدجاج نضيفه كطبقه نوزعه على كامل السطح بهذه الطريقه. ورايحه نضيف عليه كميه من الجبن الطري. كل ما تكثروا لها الاجبان هذه الكراتا كل ما رايحه تجيكم بنينه. هنايا نغطي كامل السطح بالبيشاميل اللي كانت فضلت لي. شوفوا هنا البيشاميل يعني بعد ما بردت كانت حكمت روحها شويه، لذلك قلت لكم خليوها تكون سائله ما تكثروش الفارينه لانه كي نحطوها في الكوشه رايحه تزيد تنشف. حطيت هنايا كميه من الجبن المبشور نابولي الفرماج العادي. والطبقة الثانية درت خليط ما بين الجودة والجريير باش نتحصل على هذاك الإحمرار، لأنه نابولي صح رايح يذوب لكن ماهوش رايح يحمر بهذيك الطريقة. إذا درتو نابولي فقط رايح يذوب لكم ويحمر حاجة خفيفة فقط، يعني ما كمش رايحين تتحصلوا على هذا النتيجة.
دخلتها على الفرن، شعلت من الأعلى ومن الأسفل في نفس الوقت حتى شفتها دات لي هذا اللون الذهبي. بعدها طفيت عليها، خليتها بردت شوية، وجيت هنا نقسمها معكم كما راكم تشوفوا. تجي بزاف بنينة، تجي مفرمجة ومشخشخة بالبنة. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. سلام.